دخلني المخزن وبيقولي عايزك، و3 مرات كتير عليا أوي، خلاني مش قادرة أتحرك، أصل الأحجام مش طبيعية ومفيش واحدة تقدر تستحمل اللي أنا استحملته. أنا اسمي شيرين وعمري دلوقتي 32 سنة، وحكايتي بدأت بعد ما انفصلت عن جوزي ومعايا منه ولد وبنت، وطبعا ما كنتش عارفة أعمل إيه بعد وفاة والدي ووالدتي، وما عادش في حد جنبي ولا حد يساعدني في المصاريف المدرسة بتاع ولادي، وكل حاجة كانت عليا وما بقتش عارفة أعمل إيه. كل اللي كنت بعمله إني بتصل بصاحبتي وأقول لها إن أنا محتاجة فلوس وتسلفني، وبصراحة أنا استلفت منها فلوس كتير أوي وعمرها ما كانت بتتأخر عليا، لحد ما في يوم لقيتها بتقولي هتفضلي كده لحد إمتى يا بنتي؟ أي واحدة في ظروفك وفي حالاتك ومطلقة بيحصل لها اللي بيحصل ده، وإنتي لازم تشوفي أي شغلانة وتشتغلي، ومش لازم اللي يحصل لك كده تيجي تحكي، كل حاجة بالتفصيل، كل واحدة بتداري على نفسها وربنا بيسترها معاها. وبعدين بحبحي شوية، وأي صاحب شغل بيكون عايز كده، وهيزودلك في الفلوس وهيعملك كل اللي انتي عايزاه. مش عايزة أقولك إنه أنا وغيري كنا ماشيين بالطريقة دي، كلمة حلوة من هنا وضحكة حلوة وغمزة، والحاجات الهبلة دي بتفرق معاهم أوي، لأن كل صاحب شغل بيكون كبير في السن وبيكون محتاج كل الحاجات اللي بحكيلك عليها دي. قلتلها خلاص هشوف لي أي شغل، بس أنا محتاجة فلوس بسرعة. قالتلي هبعتلك فلوس اللي انتي عايزاه، وكمان اشتريلك كام طقم كده يكونوا حلوين، وسيبك من اللبس الواسع اللي انتي بتلبسيه ده، احنا عايزين حاجة كده تلفت الانتباه. وفعلا تاني يوم صاحبتي بعتتلي فلوس ونزلت اشتريت كام بلوزة كده ضيقة وكام بنطلون جينز، وأنا أصلا كنت جميلة وكنت مليانة شوية، وده طبعا كان بيزود جمالي. وكنت فعلا لقيت صاحبتي بتكلمني بعد يومين وبتقولي إنه هي جابتلي شغلانة حلوة في سوبر ماركت، وطبعا هتنزلني وهشتغل فيه، وصاحب الشغل زي ما حكيتلك هو ده نظامه، هيزودلك طبعا في الفلوس. وفعلا رحت عند صاحب الشغل زي ما هي قالتلي عليه، وأول ما دخلت عنده لقيته بيبص عليا ومشالش عينه من عليا، لقيته بيقولي هديكي مرتب قدام البنات زيك زيهم، لكن بيني وبينك هزودلك طبعا. وطبعا كان عمال يسألني في أسئلة، لكن مش مركز في الرد اللي برد عليه خالص، ولا كأنه سمعني أصلا، وهو مركز في حاجات تانية. ولقيته واقف وهو بيتكلم معايا رايح جاي في المكتب على أساس إنه هو بيكلمني أصلا، بس أنا كنت فاهمة غير كده، وكنت عارفة طبعا إنه هو عايز يشوفني، ولقيته بيقولي تمام. وهو كمان كان كبير في السن، بس شكله واخد باله من صحته، وكان باين عليه إنه هو لسه شديده بصحته. وطبعا يوميها اشتغلت وفضلت أشتغل أسبوع، والأيام اللي أنا اشتغلتها معاه ما كانش بيحصل حاجة من صاحب الشغل، وبقيت مستغربة تصرفاته دي، بس قلت لنفسي اصبري أما نشوف ايه اللي هيحصل، وأديني بشتغل ويديني فلوس آخر الشهر. وبصراحة لما كنت بحتاج حاجة لولادي واطلب منه أي فلوس كان بيديني على طول، لحد ما لقيته بينادي عليا وبيقولي تعالي عشان نعمل جرد للبضاعة. وطبعا رحت، لكن ما كنتش متخيلة إنه كله هيحصل. قلت ليه انت بتعمل ايه؟ لقيته بيقولي ليه انت هتعملي عبيطة ولا ايه؟
ما انتي فاهمة كل حاجة وجاية هنا علشان خاطر كده، مش صاحبتك حكيالك على كل حاجة، ولو انتي مش موافقة مع السلامة، والبنات برا كتير، ولو انتي طبعا وافقتي هديكي فلوس اللي انتي عايزاها ومش هخليكي محتاجة حاجة خالص. لقيت نفسي موافقة وبسمع كلامه، وكل حاجة حصلت بسرعة قوي، وطبعا كل حاجة حصلت في المخزن، ولقيته سايبلي فلوس وخرج وسابني، وفضلت منهارة من العياط. لكن لما شفت الفلوس اللي هو سابهالي مسحت دموعي بسرعة، وعلى طول طبعا عدلت نفسي وخرجت من المخزن. لكن أول ما خرجت لقيت كل البنات اللي برا بتبصلي، وزي ما يكونوا إن هم بيعملوا زيي وأكتر كمان، وفاهمين إيه اللي بيحصل. لكن أنا كنت فاكرة إنه أنا بس اللي بعمل كده، لكن لما عرفت إنه كل البنات اللي هناك بنفس النظام ده على طول، وأنا فكرت بطريقة تانية إني أخلي صاحب الشغل زي الخاتم في صباعي، وأتفنن في أي حاجة وأسمع حاجات كتير عشان أتعلم إزاي أخليه يسمع كلامي وما يشوفش واحدة تانية غيري، ويكون معايا أنا وبس، لإني كنت خايفة لا تيجي واحدة أجمل مني وتاخد مكاني. وكل يوم أسمع أفلام وأسمع حاجات كتيرة ونصايح علشان خاطر لما أكون معاه أتفنن في حاجات جديدة وكمان مختلفة وأخليه ما يقدرش يستغنى عني. وفعلا علشان مراته كانت ست كبيرة في السن وكمان على قدها وما بتعملهوش أي حاجة من اللي أنا بعملها، وخليته يتعلق بكل حاجة بعملها، وكان عامل زي المجنون. وطبعا كان بيسمع كلامي في كل حاجة وأقوله عليها، لدرجة إنه هو كان بيديني فلوس زيادة قوي، وكلامي هو اللي بيمشي عليه، ويعتبر أنا اللي بقيت مسيطرة باللي بعمله ده. وطبعا ما بقاش شايف أي واحدة تانية غيري، وبقيت كل يوم والتاني أتفنن في حاجات جديدة. وطبعا هو ما كانش بياخد وقت وبيخلص على طول، لكن الحاجات اللي أنا كنت بعملها كانت بتخليه مبسوط وبتحسسه إنه هو يعني لسه في عز شبابه. والحاجات دي كلها طبعا من كتر ما اتعلق بيا وبقى مبسوط معايا، بدأت من هنا إن أنا أأمن مستقبلي ومستقبل ولادي. وفي الوقت ده قلتله أنا هسيب الشغل، أنا متقدملي عريس كويس ومبسوط ماديا. قلتله أنا مش هاجي الشغل تاني، لقيته بيقولي ليه؟ استني شوية، لو انتي موافقة أنا هتجوزك. وفعلا أنا أخدته من مراته ومن ولاده ومن حياته كلها، وبقى كل يوم طبعا عندي في البيت. خلاص أنا بقيت مراته ومعنتش طبعا بنزل الشغل. وعدى على جوازنا 4 سنين، بس بقيت أتفنن ليه كل يوم والتاني في حاجات جديدة ومختلفة كانت عجباه. لكن بعد كده صحته كانت في النازل ومعادش قادر طبعا، والمرض كمان اتمكن منه. وفي الوقت ده كان يعتبر موجود في البيت طول الوقت، ولما لقيته خلاص معادش قادر بدأت أنا اللي أنزل الشغل وأمسك مكانه. لكن بعد ما جوزي خلاص راحت عليه، أنا كنت عايشة معاه علشان خاطر الفلوس مش أكتر، وبقى مقصر معايا في كل حاجة، ولقيت نفسي بفكر بنفس دماغه وبنفس تفكيره وبنفس اللي كان بيعمله. لكن المرة دي مشيت كل البنات اللي كانت شغالة وجبت شباب مكانهم يشتغلوا، ولقيت نفسي بعمل نفس ما جوزي كان بيعمل بالظبط. وفعلا المحل كله كان بيشتغل فيه شباب، ولقيت نفسي بعمل كل حاجة في المخزن، وطبعا من الفلوس اللي كانت معايا، وكان قلبي جامد وما كانش فارق معايا حد،
وكل اللي كان فارق معايا إني أعوض نفسي عن السنين اللي عشتها مع جوزي والبهدلة اللي شفتها. وقلت أما أعيش حياتي وأعمل كل اللي أنا عايزاه، لكن حصلت حاجة اللي عمري ما كنت أتخيل إنه هي تحصل، وكأنه الدنيا إجت ادتني ألم وفوقني من اللي أنا كنت فيه. ده ابني في يوم وهو راجع من المدرسة خبطته عربية، وطبعا في الحادثة دي اتوفى في الحال. ومن هناك اتأكدت إنه ده كان عقاب ربنا ليا، وفوقني عن كل اللي أنا كنت بعمله. وفضلت ألوم نفسي كتير قوي، إيه اللي أنا عملته في جوزي؟ وده أخدته من مراته وأخدت فلوسه كمان، إيه اللي أنا كنت بعمله معاه قبل ما نتجوز؟ ويا ريت جت على اللي إحنا كنا بنعمله قبل الجواز بس، كمان اللي أنا بدأت أعمله أكتر من كام شهر لما مسكت الشغل بتاع جوزي وجبت الشباب وشغلتها، وكنت بعمل معاهم كل حاجة في المخزن. وأنا بصراحة بعد اللي حصل لابني ده أنا بطلت أعمل كل حاجة، لكن ما عنتش قادرة أتخيل حياتي من غير ابني والصدمة اللي أنا عايشة فيها دلوقتي. أنا بجد ندمت جدا ومش عارفة أعمل إيه وأتصرف إزاي عشان ربنا يسامحني عن كل حاجة أنا عملتها، لأن بصراحة عقاب ربنا ليا كان كبير قوي، وأنا مش قادرة أتأقلم على الوضع الجديد اللي أنا فيه. يا ريت تقولولي أعمل إيه وأتصرف إزاي عشان ربنا يسامحني.